هاي، كيفكم؟ لاباس مزيانين؟ نتمنى تكونوا في افضل حال، مع انه المستقبل ما كيبشرش بالخير. انا ما كنتش باغا نهضر بصراحه، كنت غنسكت ونخليكم تتحملوا النتائج ديال التصرفات ديالكم، واللي زرع شي حاجه يحصدها. كنت باغا نخليكم تشوفوا داكشي بعينكم، حيت سبق لي هضرت وحذرت من هادشي اللي وقع دابا. انا راني حذرت منه قبل ما يوقع، وانما اش غنعمل معاكم؟ يعني نتوما شعب كتبعوا العاطفه. بحال انه الظهر تساريكول وزبلتيكم غتكرهوها شويه، غدار كتلقى شي خير او كتمثل عليكم شي فلاش غتتضامنوا معاها. وكذلك هادو اصحاب السوشيال ميديا بصفه عامه. نتوما شعب عاطفي، الريح اللي جا كيديكم بحال شي قصبه، سهلين بالعربيه وما كتفهموش. يعني تصور انه تلقى شي، ملي كنبقى نقرا التعاليق كنبقى نقول واش فعلا انا عايشه. كاين شي ناس عندهم يعني هذا المستوى ديال التفكير منحط لهاد الدرجه؟ يعني واش كاين ناس فعلا عايشين معانا بهذا الغباء وبهذا الكلاخ وبهذا الجبن؟ الناس ما تلقى واحده ولا واحد تلقاها مخشيه في الكشه ديالها سخونه عند الفسو والحزق، وجالسه في الكومنتر غنحرروا فلسطين، ايه اسرائيل ولاد القحاب، ايه. وهي اصلا كشه خانزه بالفسو. او شي واحد لقاه القلاوي ديالو خانزين، ملي كيحكم كيجي الوسخ ديالهم في ضفارو. غزة مشيو نحرروا القدس. ما عارفين السياسة، ما قارين، ما فاهمين، ما كيفهموا في هادشي هذا. ما عندهم مستويات، ما قاريين كتوبة، ما عندهم ابحاث، مكلخين مجمخين. شاري التليفون ديال الشينوا ب 400 درهم مستعمل ولا شنو، مع ب 10 دراهم ديال الكونيكسيون، وجالس كيهضر شي حوايج ما كاينش، وجالس كيخلق مشكل سياسي في البلاد. وجالسين كيخرجوا الزناقي داك السعيان اللي ما عندهمش الشغل. كون كان عندهم الشغل ما يقدوش يخرجوا، كون كان عندهم الشغل ما يسمحوش في الادارات ديالهم يخرجوا يغوتوا في الزناقي. شكون اللي كيخرج؟ ديك الساعي اللي ما كيسوى حتى فرانك، مكلخ مجمق وكان فاهم ومثقف، وهذا الشيء اللي كنقول عليه انا ما يخرجش حتى يكون عارف. تقولي لي علاش امونا هاد الهدور كلهم؟ شنو عملنا لك؟ غنقول لك شنو عملتو، ماشي اللي عملتو راسكم. اما انا كاع البلدان الاوروبيه مسوحه في وجهي، فيما بغيت نمشي اوروبا، امريكا، اسيا، فيما بغيت. درتو مشكل مخكم راسكم. الا وهو ملي قلت لكم شحال هادي انه فلسطين كتدعم بوليزاريو، وقلت لكم ان فلسطين راه كاع الشعوب العربيه متبريه منا. علاش؟ لان فلسطين سبق ودخلت الشر للمنطقه شحال هادي. اول حاجه فلسطين هما ديك الفينيسيون اللي او عندهم اسم اخر قلبوا عليه، الشعوب البحار، اللي كانت كتجي من اوروبا، من الهند، من بعض الجزر، ومن بزاف ديال المناطق، كانوا كيتجمعوا ويتلاقاو في البحر، وكانوا كيهجموا على الحضارات ديال الشرق الاوسط. هما اللي دمروا حضارات العالم، هما الفلسطينيين. الا ما تقتش بيا ادخل دابا جوجل اكتب شعوب البحار وغتعرفوهم. هما اللي سبب الدمار والخراب. هما الشعب اللي الفراعنه كتبت عنهم وخلات التاريخ ديالهم باقي لحد الان في الاهرام ديال مصر. هما الشعوب البحار اللي هما الفلسطينيين. كانوا بحالهم بحال الجراد، الى ظهروا في شي منطقه كيمحيو الاثار ديالها. هما السبب اللي دمروا الحضاره. كان ممكن حنا من نخلقوا كنلقاو شي حضاره مزيونه وزوينه وعلوم وكذا. كانوا كيحرقوا المكاتب، حرقوا المكتبات، دمروا، ريبوا، حرقوا، ما خلاو حتى شي حاجه ما داروه. كنقول لكم بحال الجراد. انا حيت انا بحثه وعارفه كان في هذا الشيء، داكشي انا ما تعاطفتش معاهم. علاش؟ باش حيت قلبي ميت. وي واخا يعزوا عليا ديك العيال، ديك العيال يوليو بحال باباهم ويماهم فينا غيكبروا. وانما كنقول ديك العيال اصلا هما اللي لقاوهم دوروا على الصواريخ، حيت هما اصلا كيتخبعوا في الاطفال. حيت هما اصلا ملي كيولدوا ولادهم كيولدوهم باش يكونوا شهداء. حيت هما الشر ديال هاد الناس عندهم في الدم ديالهم. تيقوني بحثوا على هاد الشيء باش تعرفوه. اما اذا نهضروا على اسرائيل، بنو اسرائيل راه تما كنتو المفروض خصكم تحترموهم. حشومه، حشومه. كتقولوا احفاد الانبياء، وعاد كتامنوا بالاله الواحد، وكتقولوا الله والرسل، وانتم كتاديوهم. هما من تماك من ايام سكنوا اسرائيل هو يعقوب نفسه. نتوما كتزبلوا في النبي اللي كتقولوا يلعن بنو اسرائيل. يعني ينعل شكون بنو اسرائيل؟ فيهم يوسف وكاع الانبياء اللي كتعرفوهم اللي مشهورين، سليمان، المهم كاملين. علاش كتزبلوا في الانبياء وبغيتوا الله يكون معكم وانتم يوميا كتسبوا في الانبياء؟ يلعن بنو اسرائيل، ينعل كذا، ينعل. مالكم؟ فين باغيين تبسوا الارض ديالهم؟ لا جينا في التاريخ الارض ديالهم. فلسطين قلت لكم كانوا شعوب البحار هما سبب الخراب ديال حضارات العالم فيما كانت، خاصه في الشرق الاوسط. هجموا علينا هجمه واحده. ملي كانت اوروبا في عصر الظلام، لا كنتو كتعرفوا عصر الظلام، هما كانوا جاو من تماك وكانوا كيتجمعوا في البحار، من شي من الهند، شي من هما الفلسطينيين هادو كانوا بحال قرود.
الجراد عرفتي ما قد عليهم حتى شي دوله ما قدت عليهم الا مصر الوحيده اللي قدت عليهم الفراعنه، هما اللي حاربوهم. تجي دابا تدافع عليهم. زايدين هما دابا هما مع بيليزاريو، وهما اصلا خايبوا الظن ديال السعوديه ملي دخلت من الحرب، كانت كتخلط بيناتها وبين العراق وبين الكويت، المهم كانت ديما مرونه. في الاخر دخلت لهم ايران للمنطقه. فلسطين هو اللي صيفط 1800 انتحاري في العراق قتل الاطفال ديال العراق عن سوات يدا فلسطينيه ملي كتبقى ما كاينش هاد المشاكل عندها بزاف. دابا عاد كيبكيو ينخطوا. هما اللي دخلوا الايران للبلاد، وهما اللي كيدعموا البيليزاريو في كاع. واللي ما طاقش بيه يدخل دابا الصفحه ديالي غيلقى عندي ادله فيديوهات وتصاور وكلشي كتاكد انه فلسطين كتدعم بيليزاريو وبقوه كمان. ملي كيمشيو عند حقوق الانسان ولا في اي فيما مشاو في المؤتمر الاوروبي في اليونسكو فيما مشاو كيبقاو يدافعوا على فلسطين كيدافعوا على بيليزاريو، كيقولوا الصحراء غربيه وما تنساوش انا قلت لكم هما نتوما كتدافعوا دابا على فلسطين وما كتعرفوش سياسه البلاد وما قاريين ما فاهمين. الملك ما يقدرش يخرج يقول لكم سكسوا ولادي، حيت لا غيتهموه الشعوب اخرى بالخيانه وما عاد شنو. نتوما الشعب اللي خصكم تكون ذكي وتفهموا الملك ديالكم بلا ما يهضر. هو ما قال لكمش خرجوا، ما قال لكمش ما تخرجوش، نتوما خصكمش تخرجوا. علاش دمرتوا علاقات ديالو مع الحلفاء ديالو اللي كانوا قويين وكنا كنتقاو بهم؟ كانت الناس كتحسبنا الف حساب. شنو كيقول لك؟ لا المغرب واعر ايوا يتقدموا بيليزاريو. ما غضربكش حبيب بيليزاريو، غضربك بيليزاريو الجزائر وروسيا وايران والشيشان. راه غيضربك دول كبار اللي غيضربوك، ماشي غير بيليزاريو. حيت المغرب باغي منطقه باغي نعملوا فيها واحد قاعده عسكريه باش تقدر تضرب بها اوروبا، فهمتي؟ لهذا خصهم يديو هاد المغرب هادي. وفلسطين راه هي معاهم. هاد فلسطين اللي نتوما كتخرجوا تغوتوا فلسطين راهي مع هاد الناس هادوما. تفهمنا؟ ما تبقاش تقولوا القضيه الفلسطينيه، القضيه فلسطين باعوا قضيتهم شحال هادي وما كان عندهم قضيه اصلا من الاساس. حنا هضرنا شكون هما وشكون اخرين. حاجه اخرى، اسرائيل كانت كتخرج دائما في التصريح ديالها وكتقول انا اي واحد حارب المغرب غيواجه اسرائيل. وملي كنقولوا اسرائيل كنقولوا حتى امريكا، حيت امريكا راه كاع الرؤساء ديالها اصل ديالهم يهود واسرائيليين. اوكي، وامريكا كذلك كانت مع المغرب دائما. لكن النهار اللي خرجوا المغاربه كيحرقوا في رايات اسرائيل ويسبوا في امريكا وكيعلوا رايه فلسطين، شنو وقع؟ طبعا ديك الساعه بان الرئيس ديال اسرائيل في واحد اللقاء وبين الخارطه المغرب مقسومه. يعني كيقول لهم اذا انا تساحبت راه بلادكم ثاني مشات في الهاويه. يعني تساحبت انا غنساحب امريكا، غنساحب حلف الناتو بصفه عامه. وداك الشيء اللي وقع ملي هما انسحبوا شنو وقع؟ اول حاجه بانوا يهود كيطالبوا بالاراضي المغربيه في طنجه وفي بزاف ديال المدن المغربيه، وفعلا الاراضي ديالهم هذيك ما تقدرش يتخرجوا منها ديالو. هما سمحوا فيها مشاو لاسرائيل. نتوما باغيين تخرجوا من اسرائيل غير يرجعوا لبلادهم، عطوهم الاراضي ديالهم والديور ديالهم. سهله. انت كتحرق الرايه ديالو ديال اليهودي وانت عايش في ارضه، ما كتحشمش فين وجهك هذا ولا قفاك. حرقتي رايته، خرج من ارضه يلا بالخف. اش كتقول؟ كتسبوهم وتحرقوا العالم ديالهم، بغيتي يخليهم في ارضكم. بوليزاريو ضربتكم. علاش ضربتكم بوليزاريو؟ حيت عرفتكم صافي ما بقاش عندكم اللي غيدافع عليكم. وفعلا رزق امريكان غتدافع عليك. كتحرق الرايه ديال الحلفاء ديالها وديال ناسها وارضها وباغا تدافع عليك امريكان حتى داك السلاح اللي بعثوا لك ممكن تضغط عليه ضغطه زر وينفجر في وجهك، في كمارتك ينفجر قبل ما تحارب به. قلت لكم عاودت لكم قلت لكم بيليزاريو غضربكم وهي ضربتكم. واي حاجه كنقولها انا كتوقع حيت انا كنعرفش كنقولوا مزيان. اوكي، وما غضربكمش غير بيليزاريو، راه مدعومه من فلسطين ومن ايران ومن بزاف. نتوما دافعوا على فلسطين وهي تدمركم من اللور. بتعرفكم شعب جاهل، كنقول لكم شعب كيمشي يمر العاطفه. حماس كتستقصد انها تخبع في الاطفال او انها تعمل شي مشكل باش يضربوا الاطفال باش تهيج الشعوب العربيه. الشعوب العربيه غتهيج وغتخرج. ملي غتخرج الشعوب العربيه غتدابز مع امريكان واوروبا وداك الشيء كامل. في الاخر هي غتستنزف القوه ديالها وايران غتضربها من الخلف. وشكون الخطه ديال من هذه الخطه ديال فلسطين وايران؟ حيت فلسطين من دائما حاطه يدها في ايران. ومن زيدكم راه اغلب السكان ديال بيليزاريو فلسطينيين. ونزيدكم العالم ديال بيليزاريو والعالم ديال فلسطين هو نفس العالم. الناس ما بغيتوش تفيقوا، مالكم مكلخين. واش نتوما قادين على الحرب؟
ولا تصابروا اسرائيل وامريكان وحلف الناتو تخلى عليكم. نتوما قادين للحرب، نتوما قادين تواجهوا روسيا وايران والشيشان والجزائر وهاد بيليزاريو، قادين تواجهوهم. ما قادينش. بيليزاريو عي صحراء ما عندهم ما يخسروا. شوف انت اللي عندك شركات ديال الطوموبيلات وعندك عمارات وعندك مباني وابراج، اما مش عندهم في الصحراء يخسروه. حيت عرفتي علاش؟ حيت ما تقدروش تضربوا روسيا، ما تقدروش تضربوا الشيشان وايران والجزائر، يقول لكم حنا ما عندنا معكم حتى شي علاقه، عندكم مشكل مع بيليزاريو ضربوا الصحراء. وانتم ضربوا الصواريخ ديالكم في الصحراء، والشيشان وروسيا وكلشي كيشارجي لكم في المدن وفي العاصمه وفي كل مكان. شكون خاسر؟ مالكم ما كتفكروش بهذه الطريقه هذه؟ فكروا بطريقه سياسيه. حنا ما نخصوش الحلفاء ديالنا، اسرائيل وفلسطين بحلف الناتو. حنا اصلا المغرب طول عمره ما كانش عنده علاقه بالشرق الاوسط، حنا دائما كنا كنتساميو لاوروبا. علاش درتوا هاد الفضيحه في راسكم؟ علاش سببتوا في خساره الحلفاء ديالكم؟ الملك ما يقدرش دابا يقول حتى شي هضره، غير استنى واش يقول. ما يمكنش يقول. اش غايقول؟ نتوما صافي درتو، نتوما ذبحتوا وسلختوا بلا ما تستشروه، خسرتوا الحلفاء ديالو، عيبتوه مع الناس. دابا الحرب اللي دات عليكم هذه غير البدايه، كنقسم لكم باش ما بغيتو، هذه غير البدايه. يا غتشوفوا شي حوايج مقودين في حياتكم، غتندموا. علاش؟ حنا اش دخلنا؟ شي مصر ثاني جاو هادو الصواريخ ما قدرتش تهدر. نتوما ما كتفهموش. شتي ديك الخرجات اللي كتخرجوا ضد الحلفاء ديالكم غيدفعوكم الثمن من الاعداء ديالكم، حيت الاعداء ديالكم كانوا كيستناو غير فوقاش تتخاصموا مع الحلفاء ديالكم. شوف الجزائر واش خرج شي واحد في مظاهره ضد اسرائيل؟ ما خرجوش. علاش؟ حيت ما بغاوش يخرجوا بالعاني باش مني يضربوكم ما تضربهمش شي دوله اخرى. يقول اسرائيل طبعا ما هضروش الجزائر، دابا غتكبر لها في عين الجزائر. علاش؟ حيت ما خرجتش ضدها. نتوما اللي خليتوا الدوله اللي قالت اللي اذى المغرب اذاني انا، ومشيتوا مع الدوله اللي كتقول غندوزوا للقدس من الصحراء الغربيه، واللي كتمشي عند ابراهيم غالي وكتدعمو. اوكي. اما حماس هي ايران، هي في فلسطين، هما هاد الناس الهمجيين اللي باغيين يدمروا الشرق الاوسط، وانتوما طحتوا في الشبكه ديالهم وجروكم بالعاطفه. فانتم نهار اللي دخلوا في الحرب والله لا وقف معكم شي حد. كتفهموا ولا ما كتفهموش؟ بغيتوا تدمروا بلادكم بعد التطور وهادشي اللي وصلنا ليه وهاد التقدم، بغيتوا صافي ترجعوا من الزيرو من الصفر. هانتم راجعين براس ما تظهروا على الاسعار، على المعيشه اللي غلات. في 2024 عندي معلومات غتولي الاسعار العوافي النار كتشعل. ما كتشوفوش هادشي هذا؟ تابع لي قضيه فاشله من سنين، قضيه اصلا سياسيه ما عندهاش علاقه بالانسانيه، حيت ما كتفهموش، ما قاريينش. واللي باغا تجي ولا باغي يجي يكتب شي تعليق كتقول هكذا، نقول له سير قرا او سير كمل الفسو ديالك في الكشه ديالك وتكون مسخون وشم ريحتك، حيت خانز كما خانز عقلك خانز زكك. اما انا زايده عليك، بحثه قريه، كنفهم في السياسه، كنعرف شنو كاين. ما كنستناش يجي شي واحد يقول لي، ما كنستناش الملك ديالي يجي يقول لي عافاك ما تعملش كذا لان ممكن غتسبب لنا مشاكل وخسائر. انا بيدي خصني نكون فاهمه، انا خصني نكون انسانه في نفس الوقت جنديه في بلادي. ماشي ضروري نلبس القبعه ونقل فردي نكون جنديه، خصنا نكونوا كلنا جنود لهذا الوطن، وكنفكروا بافكار سليمه بالسياسه، كيفاش نتعاملوا مع هذه كيفاش نتعاملوا مع هذه. نتوما عرفتوش تتعاملوا اصلا. كاين ناس هنا ارهابيين من حماس كانوا كيخرجوا، راهم بانوا في الفيديوهات، كانوا كيحرقوا العالم ديال اسرائيل، هما بالعاني كيبغيو يشريو لكم الصداع مع الحلفاء ديالكم باش بيليزاريو وايران تضربكم ما يدافع عليكم حد، وانتم طحتوا في هذا الفخ هذا. كنتمنى تكونوا خديتوا درس وما تزيدوش تغرقوا، حيت اصلا راه مغرق عليكم وكيستناو لكم غير الفرصه اللي هاد الارض الزوينه السما الزرقاء اللي كتشوفوها غتولي كحله. وهادشي بسبب واحد الجهلاء متخلفين ما عندهم مهام شغل، خارجين كيحرقوا في الرايد عباد الله وكيخسروا الحلفاء ديالنا، ما كيحشموش وكيدافعوا على الناس اللي هي ضدنا، كيدافعوا على الناس اللي باغا تقسم بلادنا وباغا تاخذ بلادنا. اصلا بغيت نعرف نتوما الدين ديالكم اش من عقل عندكم واش من باش كتفكروا بترمتكم ولا بمخكم؟ واش عندكم تما المخ ولا عندكم البيصاره ولا عندكم الزبده كضرب فيكم الشمس صافي كتذوب، ما كتبقاش تقدروا تفكروا؟ انا مكلخين، خصني نعايركم باش يدخل فيكم. نتوما ما كتفهموش، نتوما كتحسوا به حتى كيكون مخشي فيكم، عاد كتحسوا بالقالب اللي طلع معاكم. هيا ضربتكم بيليزاريو، عاد تقولوا لي علاش ما ردتش المغرب؟ ما تقدرش ترد، حيت لا رديت غتلقى شي حوايج مقودين غادي يجيوها، ما غدردش عليها بيليزاريو فقط،
غيردوا عليها بزاف ديال الدول اللي غيفجروها وغيدمروها بلمحة بصر. كتفهموا واش في السياسه المكلخين عند بالكم هما الملك يحال فيهم، ماشي يحال فيهم. راه السياسه كبار من ديك العقل التافه اللي عندكم، هي العقل ديال الحميصه. يلاه تقودوا. كرهتكم، علاش كرهتكم؟ حيت باغي تدمروا بلادنا. انتم السبب اللي باغي ندمروا بلادنا. وتحياتي للناس الذكيين اللي كيفهموا واللي كيعرفوا المخططات قبل الوقوع ديالها، واللي كيتماهلوا واللي ما كيخرجوش ياديو الحلفاء ديالهم حيت كيعرفوا كيفكروا بالفكر السياسي، حيت مطورين ماشي مكلخين. سبك احنا يعني صعيب علينا نخرجوا نقول بلا 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 بلا، ماشي صعيبه. افكر بعقلك، افكر واش شنو غتخسر، افكر واش شكون معاك وشكون ضدك، عاد تبقى تهضر. يلا تلاحوا.